السلام عليكم ويا صباح الفل عليكم. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. النهارده ان شاء الله هنقضي مع بعض يوم كده من ايامنا في رمضان، فتابعوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه جدا فيها كل الفيتامين، كل حاجه محتاجينها لجسمنا موجوده ان شاء الله. وكمان هنتشجع كده ونغسل شويه مواعين كده مع بعض، ويلا بقى نبدأ كده على بركة الله ونشوف يومنا هيمشي ازاي. ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا في البداية كده زي ما انتم شايفين انا اللحمة دي عشان اللحمة دي مش بتبقى يعني جاية طازة قوي، فبتبقى في التلاجة لفترة كبيرة. فأنا يعني بغليها الأول غلوة، وبعد كده برمي المية بتاعتها، وبعد كده ببتدي ان انا اسويها في مية نظيفة، ويكون كمان احط لها بقى الخضار بتاعها والحاجات دي كلها. فانا حطيتها كده يعني ايه يعني تتظبط كده من المية بتاعتها، من الدم اللي فيها والريمة بتاعتها تخلص خالص منها. واول ما خلاص عملت كده رحت صفيتها وعملتها في شوربة عادي ببصل وطماطم وحاجات من دي زي ما احنا متعودين. وبعد كده هنروح نعمل مع بعض اكلة حلوة جدا هي جديدة عندنا في القناة، فبإذن الله كان كمان يعني كان طعمها حلو جدا، ان شاء الله تشوفوها وتعجبكم. بصوا هنا أنا قلت بقى نروح كده نغسل شوية المواعين دول، ويعني نقعد كده ونتكلم مع بعض شوية علشان يعني في وقت كده بالذات في الأواخر كده من خلاص بقى يا بنات وصلنا للعشرة الأواخر من رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بقى نتعاد علينا كده تاني بالخير يا رب، ونكون كلنا كويسين وبألف خير. وخلاص العيد قرب وخلاص، يعني كلها أيام والعيد يدخل علينا إن شاء الله. نعمل مع بعض الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها. بس مش يعني انا كنت عايزه اعملهم دلوقتي، بس انا خايفه الصراحه ان انا ما اقدرش يعني ان هما يطروا او كده. فانا بفكر ان انا اعمل الحلويات بتاعه العيد يعني يكون قبل العيد مثلا ب3 ايام او 4 ايام، بحيث ان انا يكون يعني اول يوم العيد يكون البسكوت كويس والكحك يعني كويس وكده. وان شاء الله يعني مش هيكون بسكوت وكحك بس، احنا هنجيب كمان شويه حاجات للعيد، حلويات وشوكولاتات وحاجات من دي. فدي كلها الحاجات دي بإذن الله هنجيبها، يعني هيكون ممكن يوم التلات او حاجة. فان شاء الله يعني تابعوا معايا وباذن الله الحاجات كلها عارضة معاكم. انا كمان جبت هدوم العيد، بس انا كنت كمان عايزة اجيب هدوم الصيف. فمش عارفة بقى يعني اجمع الفيديوهين مع بعض ولا انزل لكم هدوم العيد لوحدها وهدوم الصيف لوحدها. مش عارفة الصراحة، بس انا بفكر ان انا بكرة باذن الله اصور هدوم العيد لوحدها بتاعت ولادي وانزلها لكم، يعني لو حابين تاخدوا فكرة، وبالذات ان انا جايبة حاجات من مصر وحاجات من هنا، فيعني ممكن الفيديو يكون مفيد ليكم. فباذن الله يعني هنشوف، يعني هنزل وانتوا احكموا بنفسكم يعني. المهم يا بنات بقى احنا عايزين لايكات حلوة للفيديوهات علشان القناة تترفع وخلاص بقى، يعني نوصل لل1000 مشترك، علشان احنا كده طولنا قوي، احنا بقالنا شهرين لسه ما وصلناش لل1000 مشترك. عايزين نعمل اول شرط ان شاء الله، نكمل اول شرط وبعد كده نكمل تاني شرط باذن الله. انا بحاول ان انا انتظم مع اني مش مظبطه خالص، ويعني بقالي فتره كتيره حاسه مش عارفه، حاسه ان انا بجري كده في طريق ملوش اخر. مش عارفة ده سببه ايه او كده، بس انا حاسة ان انا مش مظبطة خالص. إيه، مش عارفة، حاسة ان في ضغط كبير عليا، او ومش قادرة ان انا مثلا اكمل في حاجة للنهاية. فمش عارفة الصراحة الوضع ده هيستمر لحد امتى، ومش عارفة هيخلص امتى. فبإذن الله يعني ادعولي كتير، لان مش يعني حاسة يعني بحاجات كتير غريبة كده مع بعض. بس اللي انا اكتر حاجة حاسة ان انا مش قادرة ان انا اعمل حاجة خالص. مش عارفة ده تعب جسدي او نفسي بقى، الله اعلم. او ضغط كبير بقى من هنا ومن هنا، فربنا يعيننا جميعا يا رب ويقوينا، ويعني كل واحد على همه وشيلته وحياته. وطبعا كلنا ما فيش حد بيته خالي من المشاكل والضغوطات اللي بتبقى على الست، وقليل قوي اللي بيفهم معنى الضغط اللي بيكون على الست يعني. المهم يا بنات خلونا نروح هنا بقى نقول لكم هنعمل صينية الخضار. هنا مليانة كده خضار مشكل، بصل ومع طماطم مع مع بطاطس مع جزر مع بتنجان وفلفل وكوسة. البتاعة دي بتبقى تحفة تحفة. كمان الحلة اللي انتوا شايفينها دي
اللي قاعد هنا في أتينا عارف معناها، عارفها يعني. بتكون جميلة جدا جدا في التسوية. لو طبعا دي بتسوي فيها لو انت جايبة خرفان يعني لحم خروف او كده ومش مستوى مش بيستوي بسرعة معاكي، فبتحطيها في الحلة دي وبتسيبيها على النار، بتكون زيها زي الضغط بالظبط. بتكتم الدخانة، بتكتم البخار، وبتسوي الحاجة كويس قوي. هي فعلا انا حطيت الاكل اللي قبلها بساعة الا ربع، ما شاء الله كانت على الفطار يعني اخدت نص ساعة بالظبط، وكانت ما شاء الله مسوية الحاجة لدرجة ان هي هرت الخضار. يعني انا لما اتأخرت عليها شوية لقيتها هرت الحاجة، مع ان انا ما كنت يعني كنت مفكرة ان هي هتطول معايا، لقيتها ما شاء الله بتسوي الحاجة بسرعة جدا. فهتشوفوا معايا في الاخر ان هي فعلا ما شاء الله يعني مسوية الحاجة جامد جدا. يعني انا كنت بفكر ان انا كنت هحط اللحمة معاهم، بس انا خفت قلت لا اسوي اللحمة لوحدها في الشوربة. بس لما لقيتها ما شاء الله كده عملت الخضار بالشكل ده، قلت يا ريتني كنت حطيته معاها وكانت تبقى حله واحده وخلاص. المهم هنا يا بنات بهارنا وبالبهارات بتاعتنا، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، والملح، وبس كده. وكمان هنحط عليها شويه كده من الصلصه وخلاص على كده. وهنسيبها بقى مع نفسها كده على نار متوسطه. وهنحط كمان كرنبين كده 3 من الشوربه علشان نضمن ان هي برضو ايه، يعني عما تنزل ما يكونش الحله بتاعتنا اتحرقت. عما تنزل الخضار يعني الخضار ينزل يعني الخضار اللي ينزل ميته، ما يكونش الحله بتاعتك اتحرقت. تمام. فعملنا كده بالشكل ده يعني. وزي ما انتوا شايفين هنا زي ما انتوا شايفين كده هنعمل بقى مع بعض. كان جوزي جه وجاب لنا شويه مشتريات، قلت اعرضها كده معاكم. جاب هنا علبتين كده من الزبده. الزبده دي انا جايباها علشان البسكوت باذن الله هنعمله ان شاء الله بالزبده. فجبنا كده كيلو من الزبده، وجبت كمان جاب لي كمان موز. ده حوالي كانوا كتير، بس ولادي كانوا اكلوا منه. جاب لي هنا عصير فراولة ولبن وكمان كاكولا. دي كده الحاجات اللي احنا جبناها. اللبن ده كيلو ونص، والفراولة رتل، وطبعا الكوكاكولا رتل ونص. كمان جاب لي بقى طماطم، وجاب لي بتنجان، وكان جاب لي جزر، وجاب لي كمان الكوسه والحاجات اللي انتوا شفتوها معايا دي. انا كنت مخلصه كل حاجه، وهو جاب لي الحاجه عملت منها، وقلت بعد كده اصور لكم فيديو المشتريات. فدي كده كان شكل المشتريات. وكمان جاب لي الطماطم دي اللي هي بتاعه السلطه دي. وخلاص على كده كان شكل الحاجه بتاعتي. وكمان جاب لي بيض، وزي ما انتم شايفين كده جاب لي توم، وجاب لي خس وبصل اخضر. وبس كده، دي كانت كل المشتريات اللي هو جابها لي. تعالوا بقى نشوف الاكل بتاعنا. عملت جنبه رز ابيض، وخلاص كده الاكل معايا ما شاء الله استوى زي الفل. رحت كمان غسلت الخضار واللحمه، حطيتها في قلب الخضار ده، خد غلوتين كده مع بعض. اخد كده من طعم الخضار. وبكده كان شكل غدانا النهارده، فطرنا النهارده.